تكلفة الأكل باليوم في روسيا. هو بص والله الأكل بيختلف أسعاره حسب ما تروح تشتري من مطعم أو تطبخ في البيت. هتجيب إيه تطبخه؟ تطبخ فراخ، ما تطبخش فراخ تطبخ مش عارف إيه، تاكل حاجة بعيش، على حسب ما تصرف. بس هو في المتوسط تقول مثلا بنصرف من 300 ل 500 روبل في اليوم. ده المتوسط. في ناس ممكن يصرفوا 200 روبل ياكلوا حاجات قليلة، ياكلوا حاجات أرخص هكذا. في ناس ممكن تصرف 1000 روبل، 1000 ونص روبل في اليوم عادي، وحسب كل واحد بيصرف كام. بس المتوسط من 300 ل 500 روبل يعني كده تقريبا. هل اسعار الاكل الحلال في روسيا غاليه؟ هو للاسف وكنت عملت فيديو على الحوار ده، ان هو عشان الحاجه مطبوعه حلال او مكتوب عليها كلمه حلال فبتكون اغلى من الحاجات العاديه. يعني مثلا الفراخ العاديه تلاقيها مثلا على سبيل المثال ب 200 روبل الكيلو مثلا، فتلاقي الفراخ الحلال 300 روبل، 350 روبل. فبسبب الغلاء ده يعني مش بيخلي الطلاب يروحوا يشتروها، علشان بيبصوا على فرق السعر، فرق كبير ممكن 30 40% فرق. فيقول لك خلاص نعمل ايه بقى، نروح نجيب الفراخ الحرام، ما نعمل ايه عشان فرق السعر يكون كبير. وهو غلط، بس مش عارف بقى. بس هو فعلا الفراخ الحلال بتكون اغلى. ينفع اشتغل وادرس في روسيا مع بعض؟ ينفع عادي. في ناس بيدرسوا كتير قوي وبيشتغلوا بقى توصيل، بيشتغلوا عامل بناء، بيشتغلوا في مصانع، بيشتغلوا في مليون الف حاجه. وانا كنت عملت برضو فيديوهات قبل كده على الاماكن اللي اشتغلت فيها عامل بناء وتوصيل والخ يعني. بس انك تجيب فلوس الجامعه، مثلا عاوز تجيب فلوس الجامعه كلها، افترض انها 300 الف روبل مثلا يعني، غير فلوس اكلك، غير فلوس المعيشه نفسها، غير فلوس السكن. فديت صعبه بامانه. بس انت لو عاوز تجيب فلوس اكلك واللبس والحاجات دي سهله. بس فلوس الجامعه وانت بتدرس بالاخص فديت صعبه سيكه. بس ممكن تشتغل وانت بتدرس، بس هي بس فلوس، كميه الفلوس وحسب الشغلانه. هو امتى بتقفل المحلات في روسيا؟ هو اغلب المحلات في روسيا بتقفل على الساعه 8 والساعه 9. يعني الساعه 9 بالليل تمشي كده في الشارع ما تلاقيش حاجه فاتحه تقريبا. اغلب المحلات بتقفل. ليه بقى؟ علشان الروس بيحبوا يناموا بدري ويصحوا بدري، وبيحبوا النظام بتاعهم ده. فانت لو عندك حاجه عايز تروح تشتريها، حاول قبل الساعه 8 عشان بيقفلوا 9. في محلات تفتح 24 ساعه عادي، بس هو اغلب المحلات على الساعه 9 بتقفل كده. هل تحب الروس؟ وليه ما احبهمش؟ هم بني ادمين عادي يعني، تحبهم ما تحبهمش. في ناس منهم كويسين طبعا، في ناس برضو وحشين طبعا. في كل حته في ناس الكويسين في ناس الوحشين. واكيد هتحصل معاك مواقف حلوه فتحب من ناس معينه، مواقف وحشه وتكره ناس معينه. بس مش معنى ان حصل موقف معين مع شخص معين او مع مجموعه من الاشخاص تقولي ده يا عم ده الروس كائنات مش كويسه. هو التفكير ده غلط. في ناس كويسه، في ناس حلوه. بس اغلب اللي انا شفتهم الحمد لله كانوا كويسين ومواقف كويسه. و اتعامل معاهم إيه المشكله؟ ناس كويسه فعلا. هل روسيا فعلا بالليل بتكون خطر؟ هو زي ما احنا عارفين المحلات بتقفل على الساعه 9 كده، كل المحلات تقريبا، والدنيا بتليل ومفيش حد يمشي في الشارع تقريبا يعني، اللي هو كميات قليله خالص من الناس. فاللي بيمشي بقى في الشارع هو الناس اللي بتكون مثلا شاربه، بيسكروا والحاجات من دي. انا شفت الناس كتير بيسكروا ماشيين في الشارع، تمام. بس ما شفتش حوار ان حد ماشي في الشارع سكران يعتدي عليك مثلا. هو ممكن يكلمك كلمه مثلا، يقول لك هات لي فلوس، او تعال عايز اكلمك، يقول لك كلمه كده، تبص له كده مثلا بصه وتمشي خلاص. عادي الموقف خلص. بس مش هيوقفك في الشارع ويطلع لك السكينه ومش عارف ايه الحاجات الهبله دي. انا ما شفتش كده. هل في كده ولا ما فيش كده؟ انا ما اعرفش، ما شفتش كده. انا بقالي داخل في 5 سنين اهو في روسيا، ما شفتش الحوار ده خالص. بس هو ما ينفعش يعني ما تخرجش بالليل احسن عشان السكرانين دول. بس هل في مساجد في كل مدينه روسيه؟ اه وليه لا؟ في المدينه اللي انا عايش فيها مثلا في حوالي 4 او 5 مساجد على يعني نطاقات بعيده، بعيدين عن بعض يعني. فا في مساجد كتيره مش مسجد واحد. والناس اللي عايزين يصلوا عادي. وصلاه الجمعه بيكون في ناس كتيره، ولو في ناس اكتر من اللازم بيصلوا بره الجامع قدامي في الشارع كده عادي. وصلاه العيد بنصلي قدام الجامع وعادي. والروسيين بيبصوا عادي، اللي هو ما فيش اي احتقار ولا اي حاجه، عادي خالص يعني. بنعمل اللي احنا عايزينه وهم يعملوا اللي هم عاوزينه عادي خالص. فمساجد كتيره. بس صوت الخطبه، صوت الاذان، وصوت يعني الصلاة نفسها ما بيطلعش بره الجامعة، اللي هو يكون محدود علشان ما يزعجش الناس التانية، عشان مش كل الناس مسلمة يعني. هل في عنصرية تجاه المحجبات في روسيا؟
انا بقالي 5 سنين في روسيا ما شفتش ده خالص، وبالعكس انا بشوف يعني ناس زميلاتي كانوا محجبات، محجبات يعني. ففي روسيات بتقول لهم شكلكم حلو بالحجاب. هم طبعا انت عارف البنت بتشوف البنت من غير حجاب او بحجاب عادي يعني، فهم شافوهم بحجاب وغير حجاب قالوا لهم ان شكلكم احسن بحجاب، احسن فعلا بكتير بحجاب. فعلمونا ازاي نتحجب وهكذا. هم مش مسلمات اصلا الروسيات دول، بس هم عايزين يجربوا. ففعلا جربوا الحجاب وقالوا ايه ده شكلنا حلو فعلا بحجاب، الحجاب حلو ومش عارف ايه. فالناس بيحبوا الحجاب فعلا، مش بيكرهوه ولا في عنصريه ولا حاجه، لا عادي. هو هنا اصلا في روسيا حريه الدين، يهودي مسلم مسيحي، تعمل اللي انت عاوزه ومحدش هيزعجك ومحدش يقول لك حاجه، وفي كل حاجه، في كنيسه في مسجد في كل حاجه، ومفيش عنصريه ولا حاجه، حتى بيحبوا اصلا الحجاب يعني. بيقول لك سؤال حلو، ايه الحاجه اللي انا عملتها في روسيا وندمت عليها؟ وانا الحمد لله مفيش حاجه ندمت عليها في حياتي، ومفيش حاجه يعني اعتبر ندمت عليها خالص ابدا ابدا. والحمد لله كل حاجه كويسه، واحنا كده كده اصلا في غربه يعني. فحتى لو حصل معاك دروب ولا حاجه، وفي حاجه حصل معاك وحشه ولا كلام من ده، لازم تقوم نفسك بنفسك عشان مش عندك ولا اهل ولا اي حاجه من هنا. حتى عندك صحاب بس يعني محدش يعرف يقومك من حاجه وقعت فيها مشكله بقى ولا الكلام من ده غير نفسك، انت اللي تعمل حاجه. فبلاش تندم على حاجه، واستمر في اللي انت بتعمله، وانا الحمد لله ما ندمش على حاجه يعني. يقول لك ما بتزعلش وانت في الغربه لوحدك. هو في اول سنه، وبالاخص اول سنه غربه، وبالاخص في رمضان، انا كنت متدمر حرفيا. اللي هو رمضان احنا عارفين البسبوسه والسمبوسه ولقمه القاضي والحاجات الحبشتكنات ديت، والاهل واللمه والكلام ده كله. فرمضان لما جه آه، شهر عادي خالص مفيهوش حاجه، اللي هو بروح برضو اجيب اكل من المحل، بطبخه باكله، بروح محاضرات، اللي هو مفيش اي حاجه مختلفه. فده كان عامل ايرور عندنا كلنا يعني، مش انا بس، في اول سنه. اللي هو ايه ده، رمضان ازاي يا جماعه كده؟ ده هو فين الزينه وفين الفوانيس وفين الافطار وفين الاقامه بتاعت الاذان لما نفطر والسحور والكلام ده كله. بس الحمد لله بعد كده خلاص اتعودنا والدنيا بقت كويسه. وفي الجامع بيعملوا يعني افطار سوا، وبنروح هناك في الجامع نتكلم سوا وكلام من ده، بس عادي يعني. ايه اجواء رمضان في روسيا؟ هو تقريبا مش هتلاقي اجواء خالص غير مثلا في الجامع. بنروح الجامع نلاقي مثلا مائده افطار بعد صلاه المغرب، بنقعد سوا نتكلم سوا مش عارف ايه، والسحور كذلك في ناس كتيرة بيروحوا هناك نتكلم وكلام من ده. بس لما نطلع من الجامع خالص مفيش حاجة غير بقى في بيتك. لو عايز تجيب مثلا تمر، تجيب حاجات، تعزموا مع بعض، يعني انتوا صحاب مع بعض تعزموا بعض وهكذا، عشان تحسوا برمضان وتاكلوا سوا كلام من ده، هتحس. بس انك في الشارع في الكلام ده مفيش اي اجواء رمضان خالص للاسف. فاللي يحسسك برمضان انت والناس اللي حواليك للاسف يعني. ايه رايك في قطار النوم في روسيا؟ قطار النوم في روسيا كنت نزلت عليه فيديو، جربته ومرتين مش مره واحده، وحلو مش وحش بامانه. بس نصيحه، ما تحجزوش فوق، اللي هو احجزوا تحت في المقاعد التحتيه، علشان فوق الطلوع مستفز وتطلعوا على السلم ومش عارف ايه، مش سلم حتى، ده ماسوره كده يمسكوا فيها وتنطوا، فحاجه مستفزه بامانه. بس اختاروا الاماكن اللي تحت ومريح، ما حدش بيزعجك، ما شفتش اي حاجه وحشه. وممنوع اصلا حد يشرب كحول او يسكر او الكلام ده في القطر يعني، او حتى ممنوع التدخين في القطر، التدخين يكون بره القطر. فالقطر كان كويس وهادي ومريح والدنيا كانت كويسه يعني. ف وارخص كمان من الطياره بامانه، فكان يعني كان كويس. هل التنقل بين المدن في روسيا سهل؟ هو سهل ومش سهل. ازاي بقى؟ سهل انك ممكن تحجز قطر، ممكن تحجز باص، ممكن تحجز طياره وتروح. مش سهل ان روسيا كبيره يا جماعه، كبيره قوي 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 حرفيا. فمثلا بين المدينه اللي انا عايش فيها وموسكو 1000 كيلو، و1000 كيلو ده كتير جدا. وركبت القطر حوالي كام 24 ساعه تقريبا، 22 ساعه حاجه كده، اللي هو يوم تقريبا، يوم عشان توصل موسكو. فالمسافه كبيره قوي. ف والمسافه كبيره تدفع فلوس كتيره. كان حوالي ب 2800 روبل حجزت يعني. فمسافه كبيره تدفع فلوس كتيره عشان تسافر بين المدن. بس هو سهل السفر، بس الفكره الوقت كتير قوي، تصرف وقت كتير جدا. غير بقى لو طياره، بس طياره من هنا مثلا لموسكو ب 4000 روبل من فولجا اللي عايش فيها. بس دي الفكره. بس المواصلات سهله يعني مش صعبه بين المدن. هل عمرك اتسرقت في روسيا؟ هو انا ما اتسرقتش، بس كنت هتسرق. كنت هتسرق ازاي بقى؟ كنت في اول سنه ليا في مدينه اسمها مدينه كراسنودار.
فانا كنت من الناس اللي كانوا بيحبوا يمشوا بالليل في الشارع كده، اللي هو بكون زهقان بمشي في الشارع الساعه 2 3 الفجر. فايه اللي حصل، انا كنت ماشي مره الساعه 2 الفجر في شارع كبير عادي يعني، فلقيت عربيه سمراء وقفت، ست نزلت منها، بنت يعني نزلت وكانت بتعيط مش عارف ايه، وراجل واقف معاها فبيقول لي معلش ممكن التليفون بتاعك، عايز تكلم مامتها عشان مش معاها رصيد ومش عارف ايه. انا طبعا الروسي بتاعي كان على قدي، فالقط في الكلام ففهمت يعني الحوار ده. فانا بصيت في العربيه لقيت ان في كمان راجل قاعد، ففكرت بقى في دماغي ده هو راجل وفي راجل قاعد وهي كلهم مش معاهم تليفونات، حتى لو معاهم تليفونات ازاي مش معاهم رصيد؟ فانا قلت لا اكيد فاكس الكلام ده، قلت لهم ما بتكلمش روسي ما بتكلمش روسي ومشيت خلعت. فكنت هتسرق، باين عليا انها سرق يعني. بس الحمد لله. ايه عيوب العيشه في الغربه؟ بالاخص روسيا عشان انا عايش في روسيا يعني. العيوب، انا شايف العيب الاكبر انك من غير اهلك ومن غير الحاجات اللي انت اتعودت تعملها في مصر او في الدوله اللي انت عايش فيها. الاكل اللي انت بتاكله هنا هتلاقيه مختلف، مش هتلاقي كل الاكل اللي انت كنت بتاكله في مصر هنا. ده رقم واحد. توابل مختلفه، الاصدقاء مختلفين، العائله طبعا مش هتلاقيها هنا، الاماكن اللي انت اتعودت تروحها ومش عارف ايه مختلفه. فالاختلاف بس ده يعمل معاك ايرور كده في دماغك، يعمل لك مشكله كده في دماغك، اللي هو اول شويه تقريبا اول سنه، حصل معايا اول سنه يعني. وبعد كده خلاص هتتعود، ايه ده الدنيا هنا كويسه مش عارف ايه، اروح هنا واروح هنا واروح هنا، وهتلاقي حاجات تبسطك في الغربه عادي، في حاجات كتير بتبسط يعني. بس فهو بس اول سنه بتكون عندك ايرور كده صغيره، بس كل حاجه تبقى مظبوطه ان شاء الله. هل بتتعرض للعنصريه في روسيا بكونك مصري؟ اللي هو انا مصري، هل بتعرض للعنصريه؟ ما حصلش خالص خالص، بقالي 5 سنين ما حصلش اي عنصريه خالص تجاهي او تجاه اي حد انا اعرفه. الشعب الروسي بيحبنا، وبالاخص بقى الشعب الروسي يا جماعه، انتوا عارفين كان الاتحاد السوفيتي زمان، فكان في دول كتيره جواه، فهو الشعب الروسي متعود اصلا يعيش مع ناس كتيره. فهو انا شايف اصلا انهم بيحبوا العرب. آه تغاطي النظر على تصرفات العرب، اوقات بتكون في تصرفات في ناس معينه تصرفهم بتكون مستفزه شويه بالنسبه لينا وبالنسبه للروس. بس عامه الروس بيحبوا العرب، وما حسيتش باي عنصريه، يعني الاخص انهم بيحبونا اصلا، مش بيكرهونا. ده اللي انا شايفه. هل الروس جدعان زينا؟ والله انا احكي لكم موقف لسه حاصل معايا من حوالي اسبوعين تقريبا، لما كنت في موسكو. كنت واقف قدام السفاره المصريه عايز اعمل ايه الفيش الجنائي، علشان اعمل حاجات كده. فايه اللي حصل؟ كنت واقف في اتجاه غلط من السفاره، تقريبا المدخل ده كان مدخل الناس اللي شغالين في السفاره نفسها، مش مدخل الناس اللي عايزين يعملوا حاجه، فكان ناحيه من ورا. فايه اللي حصل؟ كنت قاعد واقف يعني قدام البتاع، والصبح تقريبا الساعه 8 الصبح، السفاره لسه ما فتحتش. فلقيت حد حاطط ايده على كتفي، بصيت ورا كده لقيته ضابط شرطي عنده مش عارف نجمتين وحاجه شبه النسر، اللي هو مش عارف مقدم، مش عارف اسمه ايه بامانه هنا. فالمهم اللي حصل، قال لي انت واقف هنا ليه؟ انا خفت بقى، ضابط شرطي ومش عارف ايه، قلت له انا واقف استنى السفاره، قال لي لا السفاره من الناحيه الثانيه. وخدني قال لي بص هتمشي كده وكده قلت له ازاي امشي؟ قام واخدني من ايدي وقال لي روح كذا 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 كذا، وعرفني ازاي اروح. وفي الاخر قال لي حظا موفقا ليك ومش عارف ايه وكلام من ده. ف حاجه زي العسل بامانه. هل اكلت لحم مش حلال قبل كده في روسيا؟ اه وللاسف حوالي 3 مرات، ومش لحم، اللي هو حاجه فيها خنزير يعني 3 مرات. اول مره كنت باكل في مطعم، فكان فيه سباكيتي ومش عارف ايه، وكان فيه حته شرايح كده فاكرها لانشون، طلعت في الاخر بيكون لحم خنزير. فطبعا عرفت لما انا مضغت اللحمه كده حسيت انها مختلفه، فترجمت الكلمه ما كنتش عارف اصلا، كنت جاي خلاص اول حاجه من روسيا يعني. فسالتها هل الكلمه دي هي الكلمه المكتوبه دي؟ قالت لي اه هي. وسبت الاكل ومشيت. ده اول مره. تاني مره جبت شيبسي، كان شيبسي مخلوط حاجتين، جبنه بالخنزير مش عارف ازاي. فترجمت البتاع، لما اكلت منه شويه لقيته خنزير فسبته، اللي هو خلاص انا جبته فرميته يعني. تالت مره جبت سوداني، لقيته برضه بطعم الخنزير. فبعد كده بقيت بخلي بالي يعني قوي. هل في عنصريه ضد المنتخبات في روسيا؟ هو انا ما شفتش منتخبات هنا غير 3 مرات تقريبا، مره في كراسنودار ومرتين في فولجراد. والثلاث مرات كانوا ماشيين في الشارع وعادي، كانوا ماشيين في الشارع عادي بس انا ما اختلطتش قوي اللي هو منتخبات عشان اشوف اللي بيحصل يعني. ما شفتهمش غير بس في الشارع، فانا ما اعرفش، بس هو في الغالب مش هيكون في حاجه يعني، عادي اللي عايز ينتقب ينتقب، اللي عايز يتحجب يتحجب. كل حد حر يعني باللي هو بيعمله. هل فعلا في بسكليتات في روسيا؟
هو تقريبا قصده مش البسكليتات الماديه، بسكليتات حاجه تانية. للاسف فيه، بس القانون بيمنع الحوار ده، واي حد بينشر الحوار ده او الكلام من ده بيتمسك، وفي عقوبات بقى مش عارف هي ايه. بس في كل حته، خلي بالكم يعني، مش في روسيا بس. بس الحمد لله إن الحوار ده ممنوع، والكلام المقرف ده ممنوع كله. بس ايه اسعار مياه الشرب في روسيا؟ هو انتوا لو هتجيبوا ازازه 5 لتر كبيره، ممكن تكلفك مثلا من 50 ل 100 روبل. فلو هتقعد تجيب ازايز 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 مش هتخلص، ولو تروح تشرب من الحنفيه هتموت حرفيا، عشان ميه الحنفيه مش بتاعه شرب خالص. فالحلو انك تروح تجيب فلتر كده صغير، تملي فيه ميه وتشرب منه، وده احسن حاجه. وبصوا ده الفلتر اللي معايا، فلتر صغير كده بتمليه ميه وبس. كل شويه تشرب فيه وتغير البتاع اللي جوه دي. واحسن يا عم من انك تشتري كل شويه ازايز ميه وتضيع فلوسك على الفاضي. هل صوت الاذان مسموع في روسيا؟ لا، صوت الاذان ما بيطلعش غير حته صغيره بره الجامع، اللي هو الجامع حدوده هيت. هو بيطلع حته بره سيكه، اللي هو اللي بره يسمع بالكاد، يسمع مثلا الله اكبر الله اكبر، بس الحوار ده بس ما يطلعش قوي، علشان مش هينفع يطلع قوي، علشان مش كل الناس اللي حوالين الجامع مسلمين. آه، بس ده الفكره. هل في عنصريه في روسيا؟ والله انا بقالي 5 سنين ما شفتش اي عنصريه في روسيا تجاه او تجاه حد انا اعرفه يعني، اي حد نعرفه، او تجاه البنات المحجبات، او تجاه الناس المسلمه، او تجاه اي حد بدقن الخ يعني. ما شفتش اي عنصريه بامانه. الروسيين اصلا متعودين ايام الاتحاد السوفيتي يعيشوا مع جنسيات كتيره، قوميات بقى، ناس كتيره قوي، دول كتيره دلوقتي خلاص بقت دول واحده، فهم متعودين يعيشوا مع ناس كتيره. فانا ما شفتش اي عنصريه، بالعكس ناس بامانه روس ناس كويسه. بالنسبه لي الناس شايفه ناس كويسه بامانه. ازاي تكون مبسوط في الغربه؟ انك تلاقي حاجه تبسطك. في ناس مثلا ينبسطوا لما يروحوا يجيبوا شاورما مثلا ينبسطوا لما يروحوا ياكلوا اكل في مطعم، ياكلوا اكل مختلف، يروحوا يجيبوا حاجات مثلا يطبخوا. في ناس بيتبسطوا لما يروحوا يطبخوا وصفه ما جربوهاش قبل كده، يطبخوها لوحدهم. في ناس اللي هم نفسهم. في ناس بينبسطوا لما يتفسحوا يتمشوا. في ناس بينبسطوا لما يسافروا مدن مختلفه في روسيا. فانت دور على اللي يبسطك واعمله، علشان انت في غربه وانت لوحدك، محدش هيبسطك غير نفسك. فشوف اللي يبسطك واعمله. وفي مليون الف حاجه تبسط البني ادم، وكده كده مع الدراسه، ولو بتشتغل بجانب الدراسه فوقتك اصلا بيروح اوف هوا كده، فمش هتحس بالوقت، وهتروح بقى المحاضرات وتشتغل وتنام وهكذا، والايام والسنين بتمر ومش هتحس باي حاجه اصلا يعني. هل التصوير ممنوع في روسيا؟ هو بس في لفته كده اللي هي ممنوع التصوير. اللفته ديت انا شفتها فين؟ في مراكز الشرطه، في العيادات مثلا، في اماكن في العيادات، اماكن في المستشفيات، اماكن معينه. طبعا المرضى ليهم خصوصيتهم، ليهم حرمتهم زي ما احنا بنقول. ما ينفعش تصور المريض كده، تصور التليفون كده المريض فيديو ومش عارف ايه غير موافقته، لازم موافقه المريض. لو عاوز تصوره يعني حاجه معينه في مركز الشرطه، ما ينفعش تصور، ما ينفعش تصور الضباط اللي هم بيعملوه، ما ينفعش اصلا، ممنوع. في اماكن ممنوع تصور فيها، بس في الغالب عايز تصور في الشارع، عايز تصور في اي محلات، تقريبا اي محلات تصور فيها عادي. مش كل المحلات برضو، في محلات يقول لك ممنوع تصوير. فالتصوير في الغالب عادي تصور في اي مكان انت عاوزه. وبالاخص روسيا مليانه معالم سياحيه بالهبل من ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه، فمليانه معالم سياحيه كتيره، فتصور زي ما انت عاوز، محدش يقول لك حاجه. ايه مشكله اللغه الروسيه بالنسبه للطلاب الجدد؟ والله ده سؤال حلو جدا، علشان اللغه الروسيه للاسف لغه صعبه، صعبه قوي يعني. وفيها القواعد بتاعتها رخمه، والكلمات بتاعتها مش عارف ايه وهكذا. بس مع الوقت هتحفظ كلمات، ومع الوقت هتعرف الجرامر بتاع اللغه الروسيه، قواعد اللغه الروسيه، ومع الوقت هتعرف شويه شويه. بس ما فيش حد فينا بقالي 5 سنين في روسيا اهوت مستحيل اقول على نفسي ان انا حتى جامد في الروسي. ما ينفعش تقول على نفسك جامد في الروسي، ما ينفعش، ما تجيش اللغه الروسيه ديت، ما حدش هيبقى جامد فيها خالص، ما فيش كده. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نحفظ كلمات على قد ما نقدر، نحاول نحفظ قواعد على قد ما نقدر، نتكلم على قد ما نقدر. ومع الوقت الدنيا بتكون سهله. بس اتعلموا روسي وانتوا في بلدكم، واتكلموا روسي، عشان ما حدش هنا بيتكلم انجلش تقريبا. فربنا يوفقكم. محتاج تشتغل كام يوم في روسيا عشان تجيب ايفون؟ افترض ان الايفون افترض ب 100,000 روبل، تقريبا ب 1000 دولار تقريبا. 100,000 روبل ديت، انت لو بتشتغل اليوم في روسيا بتاعك
افترض اليوم من 2000 ل 4000 روبل مثلا. فانت مثلا اليوم ب 4000 روبل يا عم بالكتير قوي. شوف اضرب بقى 4000 روبل في اليوم، طبعا يوم كامل اللي هو تقريبا 10 ساعات شغل، من 10 ل 12 ساعه شغل. فاضربهم شوف كام يوم لازم تشتغل عشان تجيب ايفون. فاضربهم بقى، شوف لو واحد مثلا جاي يشتغل بس عشان يجيب ايفون، حياته كلها يشتغل عشان يجيب ايفون، مش عايز يعيش ولا عايز يدرس، عايز يجيب بس ايفون. وحتى لو 4000 روبل، 4000 روبل ده كتير قوي اصلا. هو في الغالب 2000 3000 في اليوم. فلا صعب انك تجيب ايفون بامانه، صعب مش سهل. ايه انطباع الروس عن العرب؟ هو انا اول ما جيت شفت اغلب الناس كان انطباعهم عن العرب انهم جايين من دبي، اغنياء، كلهم معاهم فلوس والدنيا حلوه وكده. بس بعدين حسيت ان الروس فهموا ان في مصر وفي دبي وفي مش عارف ايه، في دول كتيره، في دول عاليه وفي دول واطيه، اللي هو في الفلوس محل ماديه. بس هو واخدين فكره عن اغلب العرب ان معاهم فلوس. مش كل الروس برضو، الروس اللي بيشوفوا دبي ومش عارف ايه، والروس اللي فاهمين بقى الدول، وفي دوله وفي دوله في دوله، فاهمين اللي هو لا عادي، هم زيهم زينا عادي. ايه احسن مكان للسياحه للروس؟ احسن مكان للسياحه للروس، وتقريبا كل الروس اللي انا بكلمهم تقريبا يعني حوالي 99% من الروس انا عارفهم، وكانوا بيكلموني عاوزين سياحه فين، يعملوا سياحه فين، كلهم في مصر. يا جماعه نفسهم يشوفوا الاهرامات، نفسهم يروحوا شرم الشيخ، نفسهم يشوفوا ازاي الاهرامات كبيره فعلا، ازاي اتبنت، عايزين يبصوا عليها. نفسهم يشوفوا شرم الشيخ ازاي حلوه كده، دهب والحاجات دي. انا كخالد اصلا ما شفتش الاهرامات قبل كده اصلا، بس هم كلهم نفسهم، اللي هو عجائب الدنيا سبعه، من عجائب الدنيا سبعه الاهرامات، نفسهم يشوفوها كلهم نفسهم. بالرغم ان اصلا السفر رايح جاي لروسيا، اللي هو من روسيا لمصر، تقريبا ب 50,000 روبل رايح جاي، ومحتاجين منهم فيزا، حاجات بسيطه يعني مش صعب. بس هم الفكره عندهم بقى شغل والخ، بس كلهم عاوزين يروحوا مصر، مصر رقم واحد طبعا، ثم بقى دبي. ايه رايك في الصداقه مع الروس؟ هو بصوا، انا قبل ما اجي روسيا كان اغلب الفيديوهات اللي بشوفها على اليوتيوب اللي هو علشان تتعلم اللغه الروسيه لازم تصاحب بنات روس، وديت الحاجه الوحيده اللي في دماغي اللي قلت مستحيل تحصل. علشان ايه يا عم؟ عشان اتعلم اللغه الروسيه لازم تصاحب بنات؟ يعني ايه الهبل ده؟ فانا اول ما جيت روسيا اكتشفت ان الكلام ده كله فاكس، وعادي تصاحب شباب عادي. صحاب كتير قوي شباب، كان زمان بيقول لك البنات هم اللي خلقهم واسع انهم تتكلم معاهم يعلموك والى. جيت روسيا اكتشفت لا عادي خالص، الشباب خلقهم اوسع من البنات، يتكلم معاهم وتصاحب معاهم تخرج معاهم. ومش لازم كل الشباب يكونوا من النوع اللي بيشرب ومش عارف ايه وحشين وبتوع بنات، لا في شباب حلو كويسين يعني. عادي مش لازم تصاحب بنات يعني. فالصداقه مع الروس عادي كويسه. إيه المشكله يعني؟ هل الشعب الروسي كويس؟ اه كويس. ايه المشكله؟ شعب كويس وبيعمل حاجات كتير قوي حلوه، ويعني شعب منتظم، بيحب القانون، بيحب الشغل، بيحب النظام. هو مشكلته بس الواحدة، وكمان مش مشكلة الشعب كله، لا فئة خلي بالكم. مشكلة شرب الخمر والكلام ده. وخلي بالكم في ناس أصلا كتيرة قوي، عارفهم كتيرة جدا بيكرهوا الشرب وبيكرهوا الناس اللي بتشرب. تخيلوا. بس هي بقى حاجة اسمها احتياج، شبه مثلا في مصر تلاقي مثلا السجاير موجودة في المحلات، ليه؟ عشان في ناس لازم يشربوا سجاير، احتياج بتاعهم خلاص بقى. هنا برضو في ناس خلاص احتياجهم يشربوا كحول، بس مش كل الناس. دي برضو معلومة خطأ، احنا كنا فاكرين ان كل الروس بيشربوا، كل الروس تلاقيهم سكرانين في الشارع. لا الكلام ده مش صح، غلط الكلام ده. الصلاة في روسيا، الصلاة في روسيا في عندك جوامع كتيرة. انا في المدينة بتاعتي مثلا في 4 جوامع، وفي جوامع تقريبا في كل المدن، مساجد يعني. فانك عايز تصلي عادي روح صلي، في ناس حتى لو في 4 بني ادمين في الجامع الامام هيصلي بيهم وهيصلوا عادي خالص، عايز تروح تصلي معاهم صلي معاهم. بس الفكرة بقى ان الاماكن الجوامع بعيده عن السنتر، اللي هو عن المكان اللي احنا عايشين فيه مثلا. فعشان تروح مثلا جامع محتاج مثلا 40 دقيقه رايح و40 دقيقه جاي، فالوقت ده كتير وفاهم. فدي المشكله، فاحنا في الغالب بنصلي في البيت احسن، عشان ما نقدرش نروح ونيجي، وكمان اوقات الصلاه بتكون اوقات محاضرات. فعشان كده بس موجود صلاه عادي، عايز تروح تصلي في الجامع صلي الجامع عادي. الحياه في روسيا صعبه ولا سهله؟ صعبة لو انت من الاشخاص اللي ما بتحبش تطبخ، ومن الاشخاص اللي ما بتحبش تعمل حاجة في حياتك، ومن الاشخاص اللي مش بتفكر. فهتلاقيك بتصرف اكل كتير، فلوس كتيرة عشان تجيب اكل من بره. بتضيع فلوسك كتير قوي على اي حاجة ملهاش لازمة. فتحس ان الحياة بالنسبة لك صعبة جدا. حياة سهلة لو بتعرف تطبخ، تعرف تقتصد،
تدير وقتك، تدير فلوسك، تعرف تعمل ايه امتى وازاي. فده بالنسبه للاشخاص. الحياه بتوقف عليك انت. سهله لو انت عايز تبقى سهله، صعبه لو عايز تبقى صعبه. هي بالنسبه لك انت. بس الغربه بالنسبه للناس كلهم يعني زي ما قلت لك صعبه، عشان تقريبا اغلب الناس هنا ما بيحبوش يطبخوا، ما بيحبوش يعملوا حاجه، بيحبوا بس يناموا ويلعبوا بس. بس الناس اللي بتذاكر وبتطبخ، لا الدنيا بالنسبه لهم يعني متوسطه كويسه. الفرق بيننا وبين الروس في الشغل. الفرق بيننا وبين الروس في الشغل ان الشغل بالنسبه للروس حياه او موت. يعني الروس انا شفتهم هنا بيحبوا الشغل جدا يا جماعه، جدا جدا. ومش كل برضو الروس، عشان برضو ندي لكل واحد حقه. في ناس بيحبوا الشغل جدا، وفي ناس ما بيحبوش الشغل، بيحبوا يناموا ويلعبوا ويلخ. بس الروس لو راحوا يشتغلوا بجد شغلهم جامد جدا، يشتغلوا بضمير اقوى من الضمير بتاع خمسة مثلا مننا. ف يعني انتوا عليهم بتوع شغل، بتوع شغل حرفيا. بس ده ما يمنعش ان في مصريين اجمد من الروس في الشغل مليون مره. برضه في كل حته الوحش والكويس. بس الانتظام بتاع الروس حلو، بس في الشغل اللي هو مواعيد والتاخيرات، ما يتاخرش ويروح مش عارف ايه. يعني بتوع شغل. ازاي تتعايش مع الغربه وتطمن اهلك عليك؟ انك تعيش حياه كويسه. تذاكر عشان انت جاي للدراسه. اغلب الناس اللي بيكلموني جايين للدراسه، انك تذاكر وتجيب درجات كويسه عشان طبعا اهلك بعدينك، عشان تذاكر مش عشان تلفلف مش عارف ايه. تذاكر وتحاول تكلم اهلك، تكلم بقى كل يوم، تكلمهم كل يومين، كل اسبوع على حسب ما تكلمهم ازاي، وتطمنهم ان انت كويس وهكذا. و بس ما بطل، بس يعني ما تعملش حاجات مش كويسه، عشان في اماكن كتير مش كويسه في روسيا. الاكل المصري ولا الاكل الروسي؟ ده مش سؤال، عشان الاجابه معروفه. الاكل المصري طبعا. الاكل المصري يا جماعه، يعني ده اكتر حاجه اصلا مخليه الواحد حزين. اغلب الناس اللي في الغربه في الغالب مش بيكونوا حزين بقى عشان مشوا من عند اهلهم واصحابهم ودولتهم ومدينتهم والخ، لا بيكونوا زعلانين عشان سابوا الاكل ده كله. حرفيا احنا الاكل في مصر كنز، اقسم بالله كنز قد كده. واحنا سيبناه كله وجينا هنا في روسيا بناكل حاجات الروسيه، اللي هم اصلا اغلب الاكل الروسي بيحطوا فلفل وملح وبس. تقريبا اغلب الاكل بيحطوا كده، مفيش بهارات بتاعتنا، مفيش الافتكاسات الحلوه بتاعتنا، مفيش الكلام ده. فانك تسيب اكل بتاع مصر ديت مصيبه بمرض الله. الفرق بين اول سنين الغربه ودلوقتي. اول سنين الغربه وبالاخص اول سنه بتكون جاي غريب، ولا عارف لغه، ولا عارف اماكن، ولا عارف اي بتنجان، ولا عارف البرامج اللي هم الروس بيستخدموها، ولا عارف جي بي اس ولا اي حاجه. وتروح تفضل تسال هنا وهنا وهنا، وتتكلم انجليزي هنا وهنا وهنا، والدنيا بتكون بالنسبه لك صعبه، وتكون قرفان من نفسك حرفيا. بس دلوقتي متعلم اللغه، عارف اماكن، عارف تستخدم التليفون ازاي، والجي بي اس، والموقع بتاعك تجيبه ازاي، والتطبيقات والخ. فبالنسبه لك الدنيا عادي خالص، تعمل اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه، وعادي يوم طبيعي. بس في الاول بتكون بس مستفز شويه. فلو حد جاي روسيا في البدايه يا جماعه يكون مع حد، وحبذا يكون حد عربي، علشان ما يكونش اللي هو الجديد ما يكونش عارف روسي يعني، فيكون بس بيساعده يفهمه الدنيا لحد ما يقف على رجله الشباب. ما احنا بنقول حاجه سمعتها وانخدعت فيها عن روسيا، اللي هو حاجه قالوها لي زمان وانخدعت ان هي موجوده في روسيا، اللي هو كنت فاكرها في روسيا بس هي ما طلعتش موجوده في روسيا. اللي هي قالوا لي زمان ان كل الناس في روسيا بيشربوا، كلهم بيشربوا. وانا اكتشفت لما جيت روسيا حوالي ممكن نقول 80% او 70% من الناس اللي عارفهم ما بيحبوش الشرب، وبيكرهوا الناس اللي بتشرب، وما يشربوش سجاير حتى. فدي معلومه كانت خطا. يكرهونا في روسيا يقول لك بيشربوا ومش عارف ايه. لا الكلام ده فاكس، مش كله بيشرب، مش كله. فاتمنى محدش يعني يقول معلومات وحشه. الامان البنات في روسيا. الامان البنات في روسيا، الامان هنا عالي جدا جدا جدا. بس ما تخرجوش بعد الساعه 9 بالليل عشان المحلات تكون كلها قافله. ومفيش اصلا سبب ان البني ادم يخرج بعد الساعه 9 بالليل. ليه اصلا؟ كل حاجه قافله تقريبا. في محلات 24 ساعه بس في الغالب كله قافل. بس يكون يعني في ناس في الشارع ماشيه يعني. فروسيا اصلا تقريبا انا بشوف في الشارع كتير قوي بنات. تقريبا البنات اكتر من الرجاله هنا. آه كتير جدا. يعني مثلا فصل دراسي بشوف مثلا عباره عن 15 بنت وولدين. فبنات كتير جدا في روسيا. فلا الامان كويس قوي للبنات بامانه.
ومفيش حوار بقى التحرش والحوار المقرف ده كله. الدنيا هنا كويسه بامان، والشرطه في كل حته، وكاميرات في كل حته، ولا المكان الدنيا امنه. بس برضو نلتزم اننا ما نخرجش بالليل، ما نروحش اماكن مشبوهه وهكذا. ايه اول حاجه تعملها لما تيجي روسيا؟ اول حاجه تعملها لما تيجي روسيا انك تكلم اهلك تقول لهم انا وصلت، وتشوف لك خط تشتريه، خط تليفون، وتخلص ورقك في الجامعه، وتشوف لك مكان تقعد فيه، والحاجات البيزك قوي ديت الاساسيه اللي احنا عارفينها، انك تقعد ومش عارف ايه وكلام من ده. بس مفيش حاجه معينه اول ما تيجي تعملها غير انك تخلص ورقك. رقم واحد يا جماعه، لازم تخلصوا ورقكم اول ما تيجي روسيا. خلصوا ورقكم كله، اعملوا حساب في البنك، اعملوا تامين صحي، فحوصات طبيه، شوفوا جددوا الفيزا بتاعتكم لو عايزه تتجدد، روحوا الجامعه خلصوا الحاجات دي في الجامعه، اعملوا شريحه خط اتصال، اعملوا نت، اعملوا بطاقه مواصلات. الحاجات دي كلها لازم تعملوها علشان الحاجات دي مهمه جدا ولا غنى عنها يعني. في واحد بيقول لك يا جماعه ايه كروت المواصلات في روسيا، او هي ايه كروت المواصلات في روسيا؟ كروت المواصلات في روسيا كروت بتساعدك انك تصرف فلوس اقل لما تركب مواصلات في روسيا. يعني في 3 خيارات او خيارات اكتر يعني في المدينه اللي عايش فيها، في انك تدفع بالكارت، كارت البنك عادي، في انك تدفع كاش، في انك تدفع بكارت مواصلات. عندنا كارت اسمها فولنا، اللي هي الكارت دي كارتة مواصلات عاديه. في المدن الروسيه التانيه في كروت تانيه مواصلات برضو. هي الفكره ميزتها ايه؟ انك توفر لك تدفع فلوس شهريه، وتركب مثلا زي ما انت عاوز، او تركب رحلات بعدد معين على حسب الباقه اللي انت تشترك فيها. فهي بتقلل لك فلوس شويه اللي انت بتصرفها عشان توفر. بس ده الميزه فيها، انك توفر لك فلوس. ده لو انت طالب بالاخص، عشان بتركب كتير جدا رايحه جايه رايحه جايه في كل حاجه. ايه تكلفه الحلاقه في روسيا؟ تكلفه الحلاقه في روسيا على حسب ما تروح تحلق فين. تروح تحلق عند روس، في روس بيحلقوا ب 300 روبل، 400، 500. بس مش بيحلقوا شبه العرب اللي هو التدريج بقى والحاجات اللي هو العرب بيعملوها، عشان اغلب الروس شعرهم اصلا بيكون ناعم خالص ومختلف عن شعرنا احنا. يعني اسطمبه كده مختلفه. والعرب بيحلقوا ب 400، 500 روبل، في ناس بيحلقوا ب 300 روبل. على حسب اللي انت عارفه. بيجي لك الاوبش مثلا، هو السكن الجامعي يحلق لك، بتروح له مثلا صالون يحلق لك، او تروح له البيت يحلق لك، او في صالونات هنا عرب برضو ب 400 روبل، 500 روبل. يعني في الحدود دي بتحلق ان شاء الله. ايه اسعار المواصلات في روسيا؟ اسعار المواصلات تختلف من كل مدينه لمدينه. يعني مثلا المدينه اللي عايش فيها تقريبا والله انا مش فاكر، بس هو بالكارت البنك تقريبا 35 روبل حاجه كده، بالكاش تقريبا اكتر ب 2 روبل. آه فاحنا بقى بنحاسب بالبطاقات اللي هي المواصلات، اللي هي البطاقه دي بتاعت المواصلات. بطاقه المواصلات ديت انا بدفع 1000 روبل وبركب زي ما انا عاوز، مثلا نوع معين من الباصات، في باص عادي، في باص كهرباء، في ترام. 3 مواصلات عندنا هنا في فولجراد المدينه اللي عايش فيها. فانا مثلا عامل اسمه ايه ده، الباص الكهرباء، ب 1000 روبل في الشهر، وبركب زي ما انا عاوز. يلاقي اركب 500 مره، اركب زي ما انا عاوز بس ليميت. ففي انواع باقات كتيره على حسب ما انت محتاج يعني. فالاحسن تعمل كارتة، ما يدفعش كاش وما يدفعش بالبنك اللي هو كارت البنك، عشان هتصرف فلوس كتير جدا، عشان احنا بنروح في كل حته كتير قوي. اسعار النت في روسيا، اسعار النت في روسيا على حسب الشريحه اللي انت بتروحها. في شريحه ام تي سي، في شريحه بيلاين، في يوتا، الخ في مليون الف شريحه. بس انا بفضل ايه، وعملت عليها فيديوهات قبل كده، يوتا. انا انا يا جماعه مشجع كبير جدا ليوتا. يوتا شركه كويسه. وطبعا زمان كان في بيس ليميت اللي هو نت غير محدود، دلوقتي لا، نت محدود مثلا 50 جيجا اخرك. بس مثلا غير محدود في اليوتيوب، غير محدود في التيك توك وهكذا. فيوتا انا بشجع يوتا. يوتا شركه كويسه جدا. وفي الغالب بتصرف 500 روبل تقريبا في الشهر، 500، 600 روبل على 50 جيجا وهكذا، وتعمل اللي انت عاوزه. دقايق لو اتصال، ولا مش عايز دقايق، عاوز تعمل برامج مثلا بس ليميت اللي هو غير محدوده، تفتحها زي ما انت عاوز، ما تاخدش نت، ولا مش عاوزهم، وتعمل اللي انت عاوزه. فيوتا احسن شركه انا بفضلها قوي. ايه كروت الخصومات بتاعت المحلات في روسيا؟ كروت الخصومات يا جماعه الميزه بتاعتها ان انت بتروح المحل، بتضرب الكارت بتاعهم، بيديك خصم. يعني مثلا حاجه لو ب 100 روبل مكتوب ب 100 روبل، بس لو دفعت بالكارت بتاعتنا ب 80 روبل، فبيديك الخصم ده. زائد بيديك كاش باك. كاش باك اللي هي فلوس ترجع لك. يعني مثلا يقول لك مثلا لو اشتريت حاجه ب 1000 روبل على سبيل المثال، تاخد 10 روبل عليها. فتلم تلم تلم، وفي الاخر مثلا لو لميت 100 روبل، 200 روبل الاخ يعني، تشتري بيهم عادي، كأن كل واحد منهم، كل واحد بونص بواحد روبل. فكروت المحلات مفيش غنى عنها، لازم
تضرب كارت المحل كل ما تشتري من اي محل، لازم عشان الخصومات. في مطاعم مصريه في روسيا. اه في مطاعم مصريه في روسيا في كل حته. في المدينه اللي عايش فيها حوالي 5 6 مطاعم او اكتر. اللي انا شفته 5 6 مطاعم بيبيعوا حاجات مختلفه، في كشري، في اكل سمك اللي هو شبه مصر وكده، في طعميه وفول والخ. في مطاعم كتير عربيه. لو انت بتحب الفول، بتحب الطعميه، بتحب الاكل المصري عامه، فعادي هتنبسط. في اغلب المدن هتلاقي المطاعم العربيه. العرب في كل حته يعني الحمد لله منتشرين في كل حته، واكلهم يعني كويس. اسعار الاكل والشرب والسكن في روسيا سؤال كبير. هو اسعار الاكل والشرب ممكن في اليوم مثلا حوالي 300 ل 500 روبل، يعني ده المتوسط. اسعار السكن على حسب السكن الجامعي، شقه عايش فين انت. بس هو هنقول مثلا لو سكن جامعي، انا عايش في سكن جامعي مثلا في الشهر ب 6000 روبل. في سكن جامعيه في الشهر ب 2000 روبل، في سكن جامعيه ب 3000 روبل، في سكن جامعيه ب 12000 روبل في الشهر. آه عايش مثلا في شقه، لو عايش لوحدك في شقه، شقه مثلا في شقه ب 20000، في شقه ب 40000، في شقه ب 50000. فهو على حسب ما انت عايش فين وبتصرف ايه. بس هو في المتوسط قوي ممكن في الشهر تصرف 20000 روبل. 20000 روبل في الشهر، سكن واكل وكل حاجه. ده المتوسط تقريبا، بس في ناس اقل وفي ناس اكتر بكتير جدا. بس المتوسط 20000. هل في محلات بلاي ستيشن في روسيا؟ في محلات بلاي ستيشن في روسيا، والاغلب يحطوها في كافيهات. يعني كافيه كده تلاقي فيه بلاي ستيشن، ف وتلعب بقى كوره مع اصحابك ومش عارف ايه والكلام من ده. موجوده في كل حته عادي خالص. وفي الغالب الكافيهات الكبيره بيكون فيها مش بلاي ستيشن واحد، بيكون مثلا 4 5، والدنيا كويسه. يعني شبه مصر كده الحوار ده. هي اكتر حاجه بتخليك مبسوط في روسيا؟ اكتر حاجه بتخليني مبسوط في روسيا ان انا عندي امل كبير جدا وثقه في الله طبعا، ومتفائل ان خلاص انا في سنه رابعه اسنان، بقالي سنه واخلص وهبقى دكتور. فدي اكتر حاجه بسطاني ان انا خلاص هانت. بقالي في روسيا 5 سنين يا جماعه، دي السنه الخامسه، وفي سنه رابعه دلوقتي، فخلاص هانت ونبقى دكاتره، والدنيا تبقى ان شاء الله اسهل، والدنيا تبقى حلوه. فده الحاجه اللي بسطاني، اللي هو هانت نص الكوبايه المليان خلاص. ان شاء الله خير يعني.